صراع أزلي مستمر دوما حول من هو الأفضل في العالم. هل هو كريستيانو رونالدو أم ليونيل ميسي؟ لا تتوقف المقارنات بين ميسي نجم برشلونة ورونالدو نجم يوفنتوس، فبما يتمتع به الثنائي من شعبية جارفة حول العالم، فكل طرف من المشجعين يمارس التقليل من الآخر ويعتبر لاعبه هو الأفضل في العالم وربما في التاريخ. ولكل لاعب أسلوب مختلف كليا، فالبرغوث الأرجنتيني مهارته فذة لا تتكرر مرتين، ويمكنه أن يمر من أي مدافع مهما كانت قدراته، فيما يمتاز الظهن بقدرته الأسطورية على قتل الخصوم والتحركات التي لا ينازعه فيها أحد. في هذا الفيديو نستعرض مختلف وجهات النظر حول هذا الأمر وأرقام اللاعبين، ليكون الحكم في النهاية لك عزيزي المشاهد. من الأكثر تسجيلا مع الأندية؟ سجل رونالدو مع الأندية التي لعب لها 674 هدف، فيما سجل ميسي 672 هدف، مع العلم أن رونالدو بدأ مسيرته الاحترافية قبل عامين من بداية مسيرة ميسي. من الأكثر صناعة للأهداف مع الأندية؟ عندما نتحدث عن صناعة الأهداف، فإن ميسي متفوق على كريستيانو رونالدو، هذا الأخير الذي يتخصص في التسجيل وليس الصناعة. وفي الوقت الذي قدم فيه ميسي 226 تمريرة حاسمة، قدم رونالدو 139. من الأفضل في دوري أبطال أوروبا؟ لعب رونالدو 176 مباراة في دوري أبطال أوروبا، سجل خلالها 134 هدف، فيما لعب ميسي 149 مباراة تمكن فيها من تسجيل 120 هدف. ويعتبر رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا. من الأفضل في كأس العالم؟ لعب رونالدو 17 مباراة في كأس العالم، تمكن خلالها من تسجيل 7 أهداف، فيما لعب ميسي 19 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف. من الأفضل مع المنتخب؟ لعب رونالدو 179 مباراة مع المنتخب البرتغالي، تمكن خلالها من تسجيل 109 أهداف، فيما لعب ميسي 150 مباراة مع الأرجنتين، تمكن خلالها من تسجيل 76 هدف. من الأكثر فوزا بالبطولات؟ كأس العالم، كريستيانو رونالدو 0، ميسي 0. كأس اليورو، كريستيانو رونالدو مرة واحدة، فيما ميسي لم يشارك في اليورو. كأس كوبا أمريكا، ليونيل ميسي مرة واحدة، فيما لم يشارك رونالدو في كوبا أمريكا. الألعاب الأولمبية، ميسي بطولة واحدة، رونالدو 0. كأس العالم للشباب، ميسي لقب واحد، رونالدو 0. بطولة مختلف الدوريات، ليونيل ميسي 10 ألقاب، كريستيانو رونالدو 7. دوري أبطال أوروبا، ليونيل ميسي 4 مرات، كريستيانو رونالدو 5 مرات. كأس العالم للأندية، ليونيل ميسي 3 ألقاب، كريستيانو رونالدو 4 ألقاب. الكؤوس المحلية، ليونيل ميسي 8 كؤوس، كريستيانو رونالدو 7 كؤوس. كأس السوبر الأوروبية، ليونيل ميسي 3 مرات، كريستيانو رونالدو 3 مرات. من الأكثر فوزا بالجوائز الفردية؟ جائزة أفضل لاعب في الدوري، ليونيل ميسي 6 مرات، كريستيانو رونالدو 4 مرات. فريق فيفا برو، رونالدو 14 مرة وميسي 14 مرة. أفضل لاعب في أوروبا، رونالدو 4 مرات، ميسي 3 مرات. الكرة الذهبية لكأس العالم، ميسي مرة واحدة، رونالدو 0. الحذاء الذهبي الأوروبي، ميسي 6 مرات، رونالدو 4 مرات. جائزة الفيفا للأفضل، كريستيانو رونالدو مرتين، ليونيل ميسي مرة واحدة. الكرة الذهبية، ليونيل ميسي 6 مرات، كريستيانو رونالدو 5 مرات. وأخيرا، بعد أن عرضنا أرقام كلا من اللاعبين، يمكننا القول بأن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي أسطورتان في تاريخ كرة القدم قل مثيلهما. ومع اقتراب مسيرتهما من النهاية، هل سنشهد في المستقبل بروز صراع آخر بين لاعبين آخرين مميزين؟ اتركوا لنا آراءكم وتوقعاتكم في التعليقات. وفي الأخير، أتمنى منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد.